قد خطر لباله لحظة أن تغفل عينه، أن ينام في هذه الأيام التي نعمل بها ليلا نهارا، ما أنه يقدم استقالته، أن ينام. لذلك بتمنى أن يصل صوتي إلى كل المواطنين السوريين الذين سمعوا أو شاهدوا ما حصل على هذه القناة المزيفة التي سقطت نهائيا من الساحة الإعلامية العالمية والوطنية. طيب سعادة السفيرة، أول إجراء قانوني ممكن أن تتخذيه حضرتك بشكل شخصي؟ نحن أول إجراء قانوني طبعا هو أن رفع دعوة مباشرة على هذه القناة ومن ثم مقاضاتها، ونأمل أن نستطيع أن نوفق في أكثر من ذلك. طيب موفق إن شاء الله. لكن أيضا سعادة السفيرة بودي أن أسأل حضرتك إذا كان ثمة مؤتمر صحفي ممكن أن تعقديه قريبا للشرح لوسائل الإعلام المختلفة العربية والأجنبية ملابسات ما حدث. أخي الكريم، هناك قضية هامة ممكن أن نذكرها في هذا الإطار. أولا انتحال الشخصية تم باللغتين العربية والفرنسية والإنجليزية، يعني حطوا 3 لغات اعتمادا على انه انا يعني امتلك اللغات الثلاثه، ولكن الانتحال الشخصيه لانتحال الشخصيه استخدم صوت هو ليس صوتي، ومن ثم له لكنه ذات انتماء محدد من دول المنطقه العربيه. يعني كانت اللكنة ليست سورية، يعني سقط كليا، لأنه أنا أمتلك والحمد لله، يعني وهذه من نعم ربي علي، وهذا من فضل عائلتي ووالدي ووالدتي علي، أنهم أنشأوا أبناء صالحين واستطاعوا أن يمكنوهم من العلم والمعرفة. أنا أستطيع أن أقاضي هذه القناة وأن أتواجد على كافة القنوات الإعلامية باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية وباللغة العربية. لذلك سيكون هذا الأمر يعني من الأمور المباشرة التي سنقوم بها بعد التنسيق مع الجهات المعنية في القطر. شكرا. شكرا لك سعادة السفيرة. فقط يعني أريد أن أستثمر أيضا وجود حضرتك، إذا كان لديكم ثمة تحرك ما لما تقوم اليوم به فرنسا بالضغط باتجاه استصدار قرار دولي ضد سوريا. إنما تقوم به فرنسا في هذه الآونة هو تخبط وهو فقدان للشرعية. هي من تتهم سوريا بأنها فقدت شرعيتها، الحقيقة من فقد شرعيتها هو فرنسا. وأنا لا أطال الشعب الفرنسي، أنا أطال من هم مسؤولون ومن هم في هذه المنظومة الحكومية الذين يعبثون بمصير وبمصائر الشعوب. هم من فقدوا شرعيتهم، هم من لن ينجحوا يوما في أن يكونوا ما يريدون أن يكونوا لأنفسهم. لذلك أعتقد أنه هذا عبارة عن تخبط، وهذا طريق مليء بالمخاطر سيقود فرنسا إلى نهاية كان بالإمكان أن لا تكون بها. نعم. طيب تحركتم سعادة السفيرة مع جهات دبلوماسية فرنسية لشرح الموقف لاستيضاح ما تقوم به اليوم فرنسا. ألان جوبي وزير الخارجية الفرنسي يعني أدلى بتصريحه مؤخرا، هو ليس الأول من نوعه، كان هناك مجموعة من التصريحات بنفس المستوى ربما أو بنفس الهدف. يعني تحركتم في خلال الفترة الأخيرة بهذا الاتجاه دبلوماسيا؟ أنا أريد أن أؤكد لك أنه نتمتع في السلك الدبلوماسي السوري بالكثير من المهنية وبالكثير من الموضوعية والرؤية البعيدة الأمد، وكما تدركون تماما أن نعمل ضمن توجيهات القيادة السورية، وأيضا ضمن توجيهات وزارة الخارجية، وبتوجيهات السيد الوزير وليد المعلم وزير الخارجية السورية. وقضيتنا محمولة ومنقولة ومسموعة، وأكد لك بشكل شبه يومي. وقد يعني أستطيع القول أن هذا الأداء الرفيع للسلك الدبلوماسي السوري وعلى رأسه السفيرة في باريس قد يكون هو السبب في أننا أصبحنا عرضة لهذا التهديد ولهذا النوع من التشكيك ولهذه الحملة الغوغاء من التزييف. كيف يمكن أن نصف الآن العلاقة السورية الفرنسية؟ العلاقة السورية الفرنسية تمر في مرحلة حرجة ودقيقة، نأمل أن تصل بنا جميعا إلى الانفراج وإلى التهدئة، وأيضا إلى إعادة فرنسا إلى رشدها وإلى قناعاتها الراسخة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي سيادتها، وأيضا فيما يتعلق بحق الشعوب بالمقاومة كما قاوم الفرنسيون جميعا الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. طيب قطع العلاقات وارد حاليا سعادة السفيرة؟
هذا يعني أتركه للجهات ذات الاختصاص، هذا ليس من صلاحيات أي ممثل دبلوماسي أو سفير في أن يتكلم في هذا الشأن. أتشكرك جزيل الشكر سعادة السفيرة السورية في باريس السيدة لمياء شكور على وجود حضرتك معنا باتصال هاتفي عبر الهواء من هناك حتى توضحي الموقف الذي تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية والعربية من أن السفيرة السورية في فرنسا قدمت استقالتها احتجاجا على الأوضاع التي تجري في سوريا من بعض الاضطرابات الأمنية. شكرا جزيلا لك سعادة السفيرة على ذلك الاتصال، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو.